وهذا هو اللي خاص المسلمين يكونوا فايقين ليه. عندنا مجموعة من التحديات، لكن التحديات التي تعصف بالدين هذه هي اللي خاصها تكون أولى الأولويات. عندنا تحديات تعصف بالمعيشة، وتحديات تعصف بالقدرة الشرائية، هذا الشيء كله كاين، كل شيء هذا الشيء كاين. لكن الأولوية فينا هي. عندك دار شعلة، ماشي دارك، مشيتي لها باش ما تقولش تفول علينا دار، عندك دار شعلة فيها العافية، وكاين فيها ولدك، وكاين فيها جداك اللي عندها 90 سنة، وكاين فيها رفيق دربك، إما مرتك أنت أو لا راجلك أنت، وما يمكن لك تعتق إلا واحد والواحد. بمن غتبدا؟ شوف هذا السؤال هذا راه ما عندوش جواب صحيح جواب خطأ، كل بحسب ترتيب أولوياته. كاين اللي غيقول لك اودي رفيق الدرب إلا ما تيسرش ليا نعتقو في الوضعية الثانية ولا الوضعية الثالثة يجيب الله عز وجل واحد آخر. كاين اللي كيقول لك الوليدات مادام تيسرات المرة الأولى إن شاء الله نحتسب على الله تيسر المرة الثانية، لكن منين غنجيب جدة واحدة أخرى؟ ما عنديش بواد جدة أمود جدة اللي غيعاود يولدوا لي جدة. واحد آخر كيقول لك لا، كيقول لك جدة عاشت حياتها، إلا ما تيسرش لي أنني نوصل لها 90 سنة الله يرحم. الوليد سهل فيه الله مرة، احتسب على الله يسهل فيه مرة أخرى. لكن هذاك الشخص اللي اختاريت أنني نربط معاه حياتي وندخل معاه الجنة، هذا يصعب أنني نعاود نلقى عاوتاني واحد آخر، هذا ترتيب آخر للأولويات. كاين اللي كيقول لك رفيق الدرب يسهل فيه الله عز وجل مرة أخرى. الجدة عاشت حياتها، لكن هذا الصغيور هذا خاص تعطاه فرصة لكي يعيش. 3 ديال الأشخاص على نفس الوضعية وكل واحد اش غادي يختار. بالنسبة للمسلم ما عندوش الحق أنه يجلس يلعب في ترتيب الأولويات. المسلم عنده الأولوية رقم 1 هي الدين. دينك دينك، لحمك دمك. حيت إلا مشى الدين واخا تولي انت هو عندك الثروة، جمع ما بين جيف بيزوس ومارك زوكربيرغ وزيد عليهم تا بيل غيتس. كتعرفوا جيف بيزوس هو الفونداتور ديال امازون، دابا ولا عنده فيها، واحد قال لي وما بقاتش ديالو دابا راه ولا غير عنده فيها 30%. عرفتي 30% ديالو، راه ماشي 30% ديالك كتشري. جيف بيزوس ملي دار الفونداسيون ديال امازون وطلعت امازون والمبيعات ديالها وصلت للطوب، وجاو لي دوك الاخرين باش قالوا لي غادي ندخلوا معاك شركه. المهم هذا موضوع ديال ما كيهمنيش فيه، كيهمني فيه غير باش تفهم شنو هي الثروه ديال جيف بيزوس. جيف بيزوس كان باقي نعقل واحد المره وسولت الطلبه قلت له الا لقينا لك خدمه ب 2000 دولار في الشهر، يعني ما يقارب واحد 2 مليون سنتيم مغربيه، قلت له 2000 دولار في الشهر مزيانه؟ قال لي مزيانه بالنسبه للبديه، مزيانه، كان طموح زعما. قال لي 2000 دولار الشهر مزيانه. قلت لي في اخبارك باللي جيف بيزوس كان كيدخل 2000 دولار في الثانيه؟ قال لي ارزاق الساد. قلت لي فعلا راه ارزاق. محل الشاهد عندي شنو؟ انا بغينا نهرسوا شي شويه الجو، حسيت بكم تزيرتوا. محل الشاهد عندي شنو هو؟ شتي واخا تكون عندك الثروه ديال جيف بيزوس، لكن الا متي بلا دين، اش قال سيدي ربي عن مثل هؤلاء؟ ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وكيبدا يتمنى انه ديك الموتة كون كانت هي الاخرى، يا ليتها كانت القاضيه. حيت بان لي شنو كاين، ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه. باش نفعل؟ تقول لي واه باشي واش فالحين نتوما الحياه؟ نقول لكم تقولنا قال الله قال رسول الله، ما عندناش حاجه اخرى حبيبي. الانبياء اللي هما اشرف الخلق قرأ القران، الرساله رقم 1 ديالهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، كلهم بدون استثناء. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هذا هو اللي كاين. وكن على يقين. خاص الناس تفهم شي حوايج، بعض المرات لا نحتاج للتصريح، لكن بعض المرات تحتاج. راه ملي الناس تيقولوا لا اله الا الله، ما كندويش على اللفظ، كندوي على ديك ان تقولها كما قالها اهل الاستقامه: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه ديال الاحقاف. تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا. هذه ديال فصلت. قل آمنت بالله ثم استقم. قل. علاش ابو جهل ما بغاش يقول لا اله الا الله؟ ملي قال ليه كلمه يا معشر قريش، كلمه
تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، ويكون أو كما قال عليه الصلاة والسلام ويكون لكم الأمر بعد ذلك. قال له أبو جهل وحياتك، أقسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي وحياتك 10 كلمات لو أردت. قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قال أما هذه فلا. فاش ضراته يقول لا إله إلا الله، لكنه يعلم مقتضيات والتبعات ديال لا إله إلا الله. كيعرف أن لا إله إلا الله غتغير له النظام الاقتصادي، غتغير له النظام السياسي، غتغير له التركيبة الاجتماعية، غتغير له العلاقات البشرية، غتغير له المعاهدات الدولية، إلى قال ديك لا إله إلا الله حقا وصدقا. فبنادم ملي كتقول ليه ودي دينك هو رقم 1 في ترتيب الأولويات، كيقول لك لا دويلينا على مطيشة، راه خاصني نعاود معاك بعدا ترتيب الأولويات. أما مطيشة نهار دوينا عليها راه ما كان كيدوي عليها حتى واحد، نهار دوينا على الغلاء والله ما كان كيدوي عليه حد. جميع بدا يتقنطر علينا حنا. ونحمد الله ونسأل الله أن يثبتنا على هذا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا الاستقامة حتى نلقاه. جاب الله سيدي ربي هذا من عند سيدي ربي ما لينا فيه والو. جاب الله سيدي ربي ما مخليش فينا الفجور في الخصومة. أما أقسم بالله لو تكلمنا في من أخطأ في حقنا لأوجعناه، لو تكلمنا فيهم لأوجعناهم. وانا راه كنربي وليداتي اللي تنقري في الجامعه كنقول ليه الا ما عندكش شي كلمه ممكن تجيب عليها اثبات قانوني ما تقولهاش. وعندنا اقسم لكم بالله لا عندنا، لكن الساحه الدعويه لا تحتمل هذا، والساحه المجتمعيه ديال بلادنا لا تحتمل هذا. راه حنا كلنا داخلين وسط خليطه وحده، لو نشيروا على بعضياتنا حتى نمكن لأهل الفساد والإفساد يأكلون بالفابور. لكن نصبر على هذا ونحتسب الأجر عند الله عز وجل. عسى أن يكون في من نخاطبهم من يرقى بمستوى وعيه فيسير إلى بحسب الخط الصحيح. هذا هو الغرض عندنا احنا.